أخيرا طرح إعلان محدود الدخل هينزل. وزارة الإسكان هتعلن خلال الأيام القليلة اللي جاية عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي، واللي هي كمان إسكان، والكمان الإسكان الأخضر وإسكان محدود الدخل. وفي وحدات جاهزة كمان للتسليم الفوري في المحافظات بمقدم من مش بمقدم، هي بسعر أصلا إجمالي توتال من 200 ل350 ألف جنيه. دي بقى بتكون في المحافظات فقط، والمقدم بتاعها هيكون في حدود 25 ألف جنيه وبس. يعني 25 ألف جنيه بس تتقدم بيهم على شقة 90 متر زي اللي قدامك، بس في المحافظات، محافظات فقط. محافظات بقى زي ايه؟ بني سويف الجديدة، دمياط الجديدة، المحافظات يعني الحاجات اللي هي كانت معمولة من بدري من فترة واتركنت، فمنزلينها بقى بسعر قليل جدا جدا. لو انت بقى قاعد في اماكن من الاماكن دي هتبقى مستفاد جدا. نيجي بقى محافظات القاهرة زي القاهرة والجيزة، العبور الجديدة، ودي بقى هتكون المقدمات بتاعتها غالبا كده من 35 ألف جنيه إلى كام؟ إلى 50 ألف جنيه الإسكان وكمان معاك تقسيط على 20 سنة. الطرح التاني اللي هو الإسكان الأخضر هيبقى في حدود 50 ألف جنيه، ما يقلوش عن كده. يعني اعمل حسابك على 50 ألف للإسكان الأخضر، ممكن يزيد. وكمان والشقق دي هيتم تسليمها خلال 3 سنوات، وهي مساحتها 90 متر متشطبة. الإسكان الأخضر هيكون 50 ألف زي ما قلنا، وإسكان المحافظات مقدم 25 ألف. إسكان محدود الدخل بقى اللي هو بقى كل الناس بتستنياه، اللي هو الأماكن بتاعته بتكون العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق العاصمة، بني سويف الجديدة، دمياط الجديدة. وكمان في مدن تانية كتير، ولسه في أماكن كتير جدا هيعلنوا عنها، وفي وقت نزول الإعلان إن شاء الله. عشان بقى تعرف أكتر عن الإعلان اول ما ينزل وتكون انت من اول الناس اللي تعرف، اعمل لايك وشير واكتب التعليق انك مستني الاعلان. اللي مستني الاعلان يكتب لي تعليق عشان الفيديو الجديد اول ما يجي يظهر له باذن الله، اول ما ينزل يظهر له. ودي بقى وحدات من شقق الاسكان الاجتماعي، انا مصورها لكم كده بنفسي والله. فقولوا لي برضو ايه رأيكم في المساحات، ولو كمان عايزين المساحات 75 متر عرفوني وانا انزل لكم المساحات 75 متر. واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هاجر من قناة جوجة.